السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل وصفة سهلة وجميلة خالص بتتعمل في البيت ومقاديرها موجودة في كل بيت. هتعجبكم خالص وهتعجب ولادكم، وزي ما انتم شايفين وهو السويس رول. طبعا وصفة سهلة قوي وحلوة قوي للناس اللي بتقول ان هي بتفشل معاهم. انا عاملاها لكم كمان بالدقيق البيتي متعدد الاغراض. ان شاء الله هيعجبكم الوصفة وهيعجبكم الطريقة، سهلة وهتطلع معاكم مظبوطة من اول مرة، مش محتاجة احترافية ولا حاجة. زي ما انتم شايفين شكلها جميل، تقدري تقدميها لولادك وتقدميها كمان لضيوفك لو عندك ضيوف. يلا نشوف مقاديرنا. المقادير زي ما انتم شايفين، معايا كوبايه واحده دقيق بالمج المج العادي بتاع الشاي، ومعايا 3/4 مج سكر، ومعايا 4 بيضات، معايا معلقه زيت وربع كوبايه كاكاو منخول، ومعايا معلقه بيكنج باودر وذره ملح وكيس فانيليا. اهم حاجه تنخلي الدقيق والكاكاو. هننزل بقى ببوله بالبيض ومعلقه الزيت والسكر، ومعاهم كمان كيس الفانيليا، بنضربهم بالمضرب الكهربي كويس جدا. طريقة سهلة خالص هتعجبكم، مش محتاجة أي حاجة. هنضرب بقى بالمضرب الكهربائي. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هفضل اضرب فيه. انا ضربت فيه يعني حوالي 10 دقايق لحد ما لونه ابيض والقوام بتاعه يعني كتر شوية زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بكوباية الدقيق اللي انا نخلاها وربع كوباية الكاكاو ومعلقة البيكنج باودر وذرة الملح، وهفضل اقلب بقى فيهم كويس. من يعني هقلبهم في اتجاه واحد، ما ينفعش تقلبي يمين وشمال. هو في اتجاه واحد، وتقلبي من تحت لفوق لحد ما الدقيق يختفي في الخليط وكل الخليط يمتزج ببعضه في البولة. شايفين كده تتكون معايا القوام بتاع السويس رول زي ما انتم شايفين بتاع الكيكة. بعد كده بقى دهنت صاج زي ما انتم شايفين، قصدي حطيت فيه ورق زبده. لو ما عندكيش تقدري تدهنيه باي ماده دهنيه، زيت او زبده، وتبدريه كده شويه بالدقيق، وبعد كده تنزلي بالخليط. انا عشان عندي ورق الزبده متوفر حطيت ورق الزبده. هو الافضل ان يكون عندك ورق زبده للوصفه. هتنزلي بقى بخليط الكيك وتوزعيه كده بالاسباتيولا، وبعد كده تدبي الصاج كده على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، تخبطيه خبطتين حلوين كده عشان الهواء بتاعه كده اللي جواه يخرج، وكمان الصاج يتساوى معاكي ويطلع الكيك معاكي متساوي. ببتدي بقى اجهز الكريمه. نسيت اوريكم المقادير اهي. انا عامله كوبايه كريم شانتيه عليها معلقه كريم باستري، كوبايه ميه ساقعه، وعليهم معلقتين سكر بودر. ضربتهم بالمضرب لحد ما تكون الكريمه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اركنها على جنب. انا الخليط طبعا بتاعي اهو، انا نسيت اقول لكم دخلته الفرن على درجه 180 على الشبكه اللي في النص. خدت حوالي معايا 40 دقيقه. طبعا بعد ما خرجتها ما ينفعش اركن الكيك بتاع السويس رول لما يبرد، لازم اخرج اول ما اخرجه الفه على طول رول. ما ينفعش اسيبه يبرد، هيتشقق ويتكسر معاكي. او زي ما انتم شايفين انا بصوا خارجه من الصاج لسه سخن مولع. ببتدي بس افك الحرف بتاعه كده عشان ابتدي اعرف الف الكيكه رول معايا. فككيها كده بالراحة وتعاملي معاها بالراحة. بعد ما لفيتها رول زي ما انتم شايفين، جبت فوطة ولفيتها فيها وحطيتها على جنب عشان خاطر تفضل طرية، وكده كده مش محتاجة تلاجة لأن الجو برد معانا. بعد ما سبتها حوالي نص ساعة جبتها بقى، وعشان احط فيها الحشو بتاعها. تقدري بقى تحشيها كريمة زي ما انا عاملة، تقدري تحشيها مربى، الحشو اللي انت عاوزة تعمليه اعمليه. في ناس بتحب تحط شوكليت، تحط مربى، تحط كريمة، طبعا كل واحد حسب اللي يريحه. زي ما انتم شايفين بعد ما حشيتها بالكريمة لفيتها بقى سويس رول تاني، لفيتها قصدي رول تاني، وحطيتها بقى على صينية وابتديت اجلسها بالكريمة من بره. طبعا افضلي بقى سوي فيها كده ونعمي فيها على قد ما تقدري زي ما انتم شايفين كده. بسوي فيها كده عشان خاطر تتسوى معايا ويبقى شكلها كويس. وبعد ما بتسويها بقى بتدخليها التلاجة عشان الكريمة تمسك نفسها شوية. بعد كده ابتديت اجهز بقى. بعد ما دخلتها التلاجة ابتديت اجهز الصوص الشوكليت بقى معايا. جبت نص كوباية لبن غليتها، وبعدين نزلت بمكعب شوكليت كبير وتنيت نقلب فيه لحد ما ساح. طبعا انا سبته لما يبرد، ما ينفعش تحط الشوكليت والصوص وهو سخن على الكريمة هيسيحها. ابتديت بقى احط صوص الشوكليت على السويس رول بعد ما خرجته من التلاجة زي ما انتم شايفين، لحد ما تغطيه كله بالشوكولاتة.
اتعاملي طبعا معاها بالراحه، لو الصوص اللي وقع كده محتاجاه حاولي ان انت تاخديه كده بالراحه وترجعيه تاني كده عشان ما تلخبطيش القالب السويسرول معاكي. زي ما انتوا شايفين بعد ما غطيته بقى كده، جبت بقى كمان معايا صوص شوكولات ابيض، سيحته كده بمعلقه لبن عشان عايزه اعمل خطوط بيضه كده عليه. طبعا بقى التزيين ده بتاعك انت ويرجع لك انت، زيني بالطريقه اللي تعجبك. عايزه تسيبيه بالكريمه وتزينيه بكريز، بزداني، بمكسرات، إيه اللي يعجبك. عايزه تغطيه بالكريم كراميل برضو اللي يعجبك. يعني بصي التزيين ده بقى حاجه ترجع لك انت. انا حبيت ان انا اغطيه بصوص الشوكليت، وبعد كده بعمل له خطوط بالصوص الشوكليت الابيض زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب بقى كريزات كده واحطها تدي شكل جميل كده عشان يبقى شبه قطع الجاتوه. شايفين بقى شكله بقى جميل ازاي، حلو قوي قوي. ولسه بقى لما تقطعيه وتقدميه بيبقى جميل جدا. طبعا ابتديت اسوي الحروف من الناحيتين قبل ما اقطعه، بس طبعا المفروض اللي انا كنت نقلته بقى في طبق بعد كده، بس المشكله اللي انا ما عملته الصوص يعني مش عارفه المه هو محطوطه كده. فطبعا قطعته، وبعد كده بقى تقدري بقى تقدميه في اطباق التقديم بقى وصينيه التقديم اللي عندك طبعا بالطريقه بقى اللي تعجبك. انا قطعت السويس رول ده، قالب السويس رول دوت ل5 قطع. عايزه بقى انت تخلي القطعه كبيره صغيره اللي يعجبك، بس حاولي لما تيجي تقدميه في طبق يكون ابيض مثلا او اسود غامق عشان خاطر يبان الشكل. لان انا زي ما انتم شايفين للاسف ما عنديش حاجه مربعه بيضه او كده، فاضطريت ان انا احطه في الصينيه زي ما انتم شايفين. فطبعا برضو مديه ضي معاه مش بان، بس طبعا انتم شايفين شكله جميل ما شاء الله. يعني زي اللي بتشتريه من بره. تقدري زي ما قلت لك تقدميه لو عندك عزومه او عندك ضيوف، تقدري تقدميه هيبقى شكله شيك جدا وشكله جميل وهيشرفك. وكمان عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي. الكيكه هشه وجميله جدا، وطعم الشوكليت بقى والحشو جميل جدا جدا. الوصفه هتعجبكم قوي وحلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم وتعملوها في البيت. وزي ما شفتوا اي حد مبتدئ يقدر يعملها، ما فيهاش افتكاسات ولا فيها اي صعوبه. طبعا الصوص ده مش هينفع ترميه، طبعا تقدري تحطيه في كيس وتحطيه في التلاجة، تربطيه كويس وتحطيه في التلاجة بعيد عن اي حاجة فيها ريحة، وتستخدميه في اي مرة تانية بتعملي حلويات تقدري تستخدميه. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا شكلها جميل جدا زي ما قلت لكم، وطعمها حلو قوي قوي قوي، هتعجبكم. اتمنى ان شاء الله بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش في اللايك، واعملوا لي سبسكرايب ان شاء الله، واستنوني في وصفة جديدة مع فاري.